الأهلي السعودي يتمسك بصفقة مودريتش. لا يزال النادي الأهلي السعودي يأمل التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، وذلك بالرغم من صعوبة حسم هذه الصفقة في فترة الميركاتو الصيفي. نجح الأهلي في العودة لمكانه الطبيعي للصعود مجددا لدوريه السعودي للمحترفين، وذلك بعد موسم واحد قضاه الفريق للدو في دوري الدرجة الأولى. أهلي جدة يرفع شعره للاستسلام في صفقة مودريتش. تلقى الكرواتي مودريتش عرضا مريا للانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الأهلي بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في فترة انتقالات الصيف الحالي. وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في 3 من يونيو الجار، ولا يزال مستقبل اللاعب الكرواتي غير محدد، حيث لم يتوصل الطرفان بعد أي اتفاق حول التجديد. وقالت تقارير إعلامية أن مودريتش رفض العرض الأول المقدم له منال السعودية ويجدد عقدها مع ريال مدريد حتى صيف 2024 لأنه ليس لديه نية للرحيل عن النادي. وأفاد الإعلامي وليد سعيد المقرب من بيئة النادي الأهلي أنه هناك تحركات جارية للتعاقد مع لوكا مودريتش، مؤكدا أن تلك المحاولات لن تتوقف مهما كانت فرصة استقطاب اللاعب ضئيلة. وهم لوكا مودريتش صاحبه